اتندرنا كتير ولسه بنتندر على الست المصرية اللي بتقول لجوزها وهو نازل يبقى ما تنساش تاخد معاك الزبالة. الزبالة دي هي مسؤولية اللي نازل في الأول، وده غالبا هو الباسكت بتاعها اللي حضرتك بتاخده كده بقرف وترميه في مكان النفايات اللي في الحي. ده قصة كبيرة، قصة كبيرة قوي. باسكت الزبالة بتاع بيت حضرتك عبارة عن أصدق تقرير عن بيتك. من الباسكت ده تقدر تعرف مين في البيت. هل في ستات؟ ليه؟ عشان في لا مؤاخذة نفايات حريمي. في أطفال؟ برضه ليه؟ أصله في برضه فضلات أطفال. في رجالة؟ أيوه، أصله في مكنة حلاقة رجالي. باسكت الزبالة بيعرفنا كمان معلومات غريبة تاني، زي صحة اللي في البيت. يا سلام، أيوة، إيه صحتهم؟ إيه نوع الأمراض اللي عندهم؟ ليه؟ شوف فضلات أكياس الأدوية أو إزازات الدواء الفاضية تعرف مين عيان وبإيه. نفس الباسكت بيعرفنا على الحالة الاقتصادية للبيت. إزاي؟ شوف بقى بواقي المستهلكات بتاع الأغذية، نوع علبة الزبادي الفاضية المرمية وكام علبة، في فواكه وبقايا فواكه ولا لأ، يا ترى إيه نوع التسالي اللي بتاكلها، لب ولا مكسرات، وبأي سعر، إيه الأزايز بتاع المشاريب الفاضية. مش عايز أطول عليك في قائمة طويلة عريضة، عشان كمان أقول لك على أخطر حاجة بتعرفنا على علاقاتك الاجتماعية. يا سلام، إزاي؟ لو انت بيت كبير يبقى فضلات البطيخ مثلا كتير، مش بتاع بطيخه واحده. يبقى كمان ممكن يكون بيتك صغير بس عندك عزومه فعازم ناس كتير، ففي حاجات كتير قوي موجوده مع بعض في نفس الوقت. يا ترى في اعاب سجاير وازاز خمره ولا ايه؟ طب اقول لك سر بقى، تعرف ان باسكت الزباله بتاعك بيحكي بعض من اسرارك. اولا ركز على الاوراق، العقد المتقطع، الاوراق اللي برضو متقطعه او متكرمشه، الحاجات الغاليه المتكسره. تخيل بقى تحليل باسكت الزبالة بتاع بيت حضرتك، ده حكاية من أكبر الحكايات وأغربها. ممكن بقى بنت حضرتك الصغيرة تروح رامية فيه حاجة غالية، وهنا بقى يتحول باسكت الزبالة لمخبأ كنوز. مين غني أو فقير قصره أو عشته ما فيهوش باسكت زبالة؟ مين يقدر يقعد في مكان لمدة يومين بس من غير ما يحتاج يروح لغاية باسكت الزبالة؟ يا راجل، ده إذا كان جسمك نفسه فيه باسكت الزبالة بتاعه، وبيضطرك انك تدخل التويلت مرتين على الاقل في اليوم عشان تتخلص من النفايات بتاعه جسمك، يبقى مش هيكون عندك باسكت زباله في بيتك؟ هنا السؤال التاني، طب ولما هو ضروري كده مين بياخد باله منه؟ مين بيقعد مثلا قبل ما بينزل من البيت يقعد على السجاده اللي في الريسبشن ويروح مفضي الباسكت فوقيها ويقعد يقول يا عم ده هنا اسراري، اسكت بس، ده هنا اخباري، ده هنا فضلاتي، ويقعد بقى يقلب ولا يصنف كل حاجه من الباسكت لوحدها قبل ما